بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مع بعض. language بيتكلم عن reported speech، الكلام غير المباشر أو الكلام المنقول. الكلام غير المباشر ده عبارة عن كلام بيقوله شخص بنفسه، ويكون الكلام موضوع بين علامات تنصيص. دي بالنسبة للكلام المباشر. هنا بيقول مثلا the governor said، محافظ بيقول the park is the biggest in Egypt، الحديقة ديت الأكبر في مصر. عشان دي كلام المحافظ ذات نفسه، فجبت كلام ما بين علامات تنصيص. The building is on fire says the witness، الشاهد بيقول إن المبنى بيحترق. برضه ما بين علامات تنصيص. فدي كلام اسمه كلام مباشر. أما كلام غير مباشر هو indirect أو report speech، الكلام المنقول أو كلام غير مباشر هو كلام منقول على لسان شخص آخر ولا يوضع ما بين علامات تنصيص. The governor said that the park was the biggest in Egypt. A witness said that the building was on fire. طب ازاي اقدر اغير كلام مباشر الى كلام غير مباشر؟ في خطوات معينه بلتزم بيها، او خطوه معايا في تحويل الجمل الخبريه، اني فعل القول لازم اغيره. ازاي؟ say says said هتبقى برضو هياها say says said. اما لو في حرف الجر to، say to هتبقى tell، says to هتبقى tells، said to هتبقى told. اذا الفصل بتاعي هو في حرف جر to بحولها ل tell tells told. مفيش حرف جر، الجملة او الفعل القول بينزل زي ما هو بالظبط. بعد كده بنحذف علامات الاقواس او علامات تنصيص، ونربط الفعل القول بجملة تانية بكلمة اسمها ذات، ويمكن الاستثناء عنها، يعني ممكن ما اكتبهاش خالص اصلا يعني. بجيب اول حاجة متحدث زي said او tell وتيلز وتولد على حسب الفعل، زي كلمة ذات زائد الفعل زائد زي باقي الجملة بيستفيد من الماضي، يعني برجع الزمن خطوة للخلف. كمال said that he will travel to أسوان the following week. كمال قال انه ممكن يسافر أسوان الاسبوع المقبل. بعد كده ممكن يجيب told، بس لازم يجي بعدها مفعول او ضمير مفعول مخاطب، زي كلمة ذات زائد فعل زي برضه فعل ماضي. منار told me، منار قالت لي that she was going to watch a film that night، إنها هتشاهد فيلم هذه الليلة. بعد كده نغير الضمائر حسب المتحدث والمخاطب كالآتي: I تحول لهي أو she، you لI أو we، we لزي، me him أو her، you me us تحول لزم، my تحول لhis وher، your my وour، our تحول لزير، على حسب معنى الجملة وصيغة الكلام بيقول ايه بالظبط. بعد كده بيتم تغيير الروابط الزمنية واسم الإشارة كالآتي. دي حاجات لازم تتحفظ عشان ملهاش يعني قاعدة أو يعني هي زي ما هي كده بالظبط. tomorrow هتحول the following day، yesterday the day before، tonight تبقى that night، now هتبقى then، today that day، last week تبقى the week before، ago before، this that these those here there. بعد كده خامس خطوة نحن بنغير الأزمنة إلى الماضي الأبعد. بمعنى لو زلنا الجملة مضارع بسيط تحول إلى ماضي بسيط، مضارع مستمر ماضي مستمر، طب مضارع تام ماضي تام، ماضي بسيط ماضي تام. الأداة الماضي البسيط هو هو الماضي التام. ممكن تبقى هي ماضي بسيط تتحول برضه لماضي بسيط. can will may shall must تبقى could would might should had to دي الماضي بتاع كلمة must، دي البديل لماست في الماضي. am is are going to تبقى was أو were going to، وهكذا. الأمثلة بتوضح نقول he said هو قال I like fish، أنا بحب السمك، يبقى he said that he liked fish. يبقى الأمثلة نفس الكلام برضه. بعد كده هنا بيقول بسملة said that she is going to visit her grandmother. grandmother تبقى هنا is تحول ل was عشان زمن is لازم يرجع خطوة للخلف. My father said me في مفعولة هو تبقى told مش said. بعد كده في حاجات معينة لازم اخد بالي منها وانا بحول من مباشر لغير مباشر. اول حاجة لو كان المخاطب داخل الاقواس نجعله بعد فعل القول يعني تحول غير مباشر. يعني مثلا المخاطب اهوت جوه قوس اهوت، المخاطب لما اكلمه اهوت جوه قوس اهوت،
بخرجه بره الاقواس خالص، احطه ايه مع اماني. مثال اهوت I'm going to travel to London next month. عادل said اماني. يبقى اماني قالت لعادل، يبقى اماني told عادل. told ليه؟ عشان ايه؟ فينا مفعول. يبقى اماني told عادل that انها انا. مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ اماني. نجيب حاجه اسمها ايه؟ she. تبقى she am going. طبعا بيجي مع am حاجه اسمها ايه؟ بيجي مع she بحاجه اسمها is. في الماضي اسمها ايه؟ was. تبقى she was going to travel to London next month تحول الى the following months. full stop. لو كان فعل القول بعد جمله خبريه نجعله قبلها عند تحويل غير مباشر. يعني ايه؟ لو فعل القول في اخر الجمله، لما نيجي نحول بقى ايه؟ نخليه في اول الجمله خالص زي ما حصل انها نفس الجمله بالظبط. بعد كده لا يتم تغيير الازمنه اذا كانت جمله تعبر عن حقيقه ثابته ما بتغيرش. لو الجمله كمان مره محتوى الجمله ذات نفسها بتعبر عن حقيقه ثابته، اذا الجمله ايه؟ ما ينفعش اغيره. The earth goes around the sun said the teacher to the students. يبقى the teacher told the students اخبر الطلاب that the earth goes around the sun. الجمله ما اتغيرش خالص، ما لمستهاش. ليه؟ لانها بتعبر عن ايه؟ حقيقه علميه. الشمس او الارض بتدور حوالين الشمس. لو انا غيرت الزمن كده معنى الجمله ان الارض كانت بتلف حوالين الشمس، لازم حاليا بتلف مثلا حوالين القمر، حوالين الكوكب المريخ، فالحقيقه ذات نفسها هتتبدل، هتتغير، فما ينفعش. بعد كده لا يتم تغيير الازمنه والروابط الزمنيه واسماء الاشاره اذا كان فعل القول مضارع او قيل منذ فتره قصيره. لو زمن الجمله او فعل القول مضارع يبقى زمن الجمله برضو ما غيروش، او لسه خلصان بقالوش فتره كبيره برضو ما بتغيرش. مثال عادل says. عادل يقول I'll see you tomorrow. تبقى عادل تحول الى ايه؟ عادل says that he will see me. يتحول لمين بقى؟ tomorrow. بس tomorrow تحول لايه بقى؟ the following day؟ لا برضو. ليه؟ لان الجمله كلها على بعضها مش هغيرها اصلا، لان فعل القول ذات نفسه مضارع، اذا الجمله ذات نفسها مش هغير فيها اي حاجه. عامل بالظبط زي ايه؟ لو بتعبر عن حقيقه علميه ثابته ما بتغيرش. لو انا بقى عاوز احول من غير مباشر لمباشر بعكس الخطوات اللي انا قلتها قبل كده. The newsreader said that a new sports center was opening that weekend. تبقى the newsreader said ابدا افتح الاقواس a new sports center was opening هتبقى is opening that weekend تبقى this weekend ونقفل الاقواس. بعد كده هنا بيقول لي بقى يجيب لنا الخطوات اللي انا عملتها. نضع الجمله بعلامه تنصيص، ترك فعل القول كما هو لانه ايه ما بغيرش اصلا، هي الجمله اصلا ذات نفسها يعني ايه هياها. was opening تحول ل is opening، نرجعها بقى ايه خطوه للامام. that تحول الى this، بنقربها بقى لما كنا من بعد لا هنقرب بقى بعد كده. نفس الجمله نفس الكلام برضو. حسن's mom told me that there would be a lot of train that day. تبقى حسن mom's said to me قالت لي، ونشيل ذات خالص نفتح الاقواس. there would be تبقى there will be a lot of rain that day تبقى this day أو today. خليها today. هنا بيقول لي بقى هبه said me، فينا مفعول فتبقى told me. ادام في مفعول او مفعول بجيب كلمه ايه told. ناديه said that she thinks، مضارع تحول للماضي تبقى she thought. تامر said، فتحنا الاقواس I was flying تبقى I am flying، عشان هنا ايه بنعمل علامة تنصيص، الكلام هنا ايه كلام مباشر. بعد كده choose اختار. حمزة said he would visit us soon هتبقى would. بعد كده رامي هتبقى رامي said his father was happy to hear about his success. دي جملة عشان مفيش حد يقول ايه رامي قال لابوه، لا رامي قال المفروض هنا زب بس انا هحذفها that his father was happy to hear about his success. I not him I هنا مفعول بقى تبقى I told. بعد كده I told my son that I would buy.
ماضي برضه. منى said that she was cleaning. بعد كده my boss told me that I مستقبل في الماضي تبقى would go. هاني said that he the day before يعني أصل الجملة ماضي بسيط تحول لماضي تام تبقى had lost. بعد كده عادل said I وكلام هنا مباشر يبقى مضارع يبقى I will travel. صح؟ غلط. ليه؟ في هنا كلمة ago. في هنا كلمة ago يبقى زي الجملة ذات نفسه زمن ماضي بسيط تبقى traveled. نركز ناخد بالنا ونركز ما نستعجلش في الإجابة. فالصح بتاعنا كلمة إيه؟ traveled. أما will travel تبقى غلط. بعد كده I told Yara that I had passed my driving test. They said they were waiting at that moment. إذا أصل الجملة مضارع مستمر are waiting نجاح وقف تبقى were waiting. عادل told me that mango juice was his favorite drink. He said he wanted. يسرى قالت لي تبقى told me عشان فينا ايه ضمير مفعول. She told me that they had bought a new flat. had bought زمانها ايه ماضي تام يبقى اصل الجملة ايه زمن ماضي بسيط. طيب هتبقى the previous week اصلها last week. My son told me just now that he would travel with friends next day. في المستقبل في الماضي تبقى would travel. عادل told that لا عادل said that. نكتبها أحسن. said. بعد كده زمان us في مفعول تبقى told. سما told منى that she didn't feel better now وتحول إلى كلمة اسمها then فجواب حفظ. هبة said that they don't go لا didn't. don't في المضارع اسمها didn't في الماضي. بعد كده the teacher said that those books were في الماضي were. مريم told that في مفعول مش مفعول تبقى said. بعد كده the governor said that the park was. بعد كده ماهر told us that he bought a new car the week before. يعني أصلها last week يعني أصلها ماضي بسيط والماضي بسيط بيتحول إلى ماضي تام بيكون من ماضي تام بيكون من إيه؟ من فعل زائد had زائد بي من كلمة باي اسمها bought B-O-U-G-H-T. بعد كده منال me وهنا كان مباشر تبقى منال said to me عشان فينا بس ايه مفعول اهوت والكلام هنا ايه مباشر. اما الكلام هنا غير مباشر تبقى told me على طول. They told us that they were going to the beach tomorrow هتبقى the following ايه the following day. بعد كده منى said she was. اللي بعده مريم said that she ate the day before يعني أصلها yesterday أصلها ماضي بسيط تتحول إلى ماضي تام تبقى had been. بعد كده هدى told me that she was studying now تحول إلى then. علي said that these تحول إلى those T-H-O-S-E. he tells me هتبقى he told me.
عمرو told me that he next week في المستقبل هتبقى will travel. بعد كده they said that their dream the day before يعني yesterday يعني أصلها ماضي بسيط تحول لماضي تام تبقى had won. He told me that it would be. سجدة said that she had ماضي has had. بعدين had met مش has met مضارع تام يحول إلى ماضي تام. هنا correct أصحح الجمل ديت. هنا بقول إيه؟ أيمن said رودينا في هنا مفعول فsaid تحول إلى told. بعد كده دكتور سلوى said I lived in Sohag 2 years before تبقى had lived مش lived خالص نحط مكانها إيه؟ had lived. بعد كده the students said they will go on a journey to Dahab in Sinai. will go تحول إلى would go. Hannah said that she is studying science then. is studying تبقى was studying was. سجدة said that she has met تبقى had met مضارع تام يحول إلى ماضي تام. had met the new manager.